بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا صباح الورد ويا صباح الياسمين على أصحابي على إخواتي. صباحكم معطر يا رب بذكر ربنا سبحانه وتعالى. زي ما انتم شايفين كنت نزلت السوقت، جبت خوخ، جبت طماطم، يعني جبت حاجات كده هنوريكم إن شاء الله دلوقتي. اللهم بارك يا رب. الحمد لله الحاجة ابتدت تنزل شوية الأسعار بالنسبة عندنا في أسيوط. فنتمنى يا رب فيديو النهارده يعجبكم ان شاء الله. نتمنى روتين النهارده يعجبكم. ونقول انت لسه داخله قناه جديد، اشترك الكلمه السمراء ديت وفعلي زر الجرس بالكل عشان كل ما بننزل حاجه جديده توصلك باذن الله. نزلت بقى يعني عايزه اقول لكم احنا عندنا كل يوم سوق، يعني عندنا هنا الشارع اللي انا فيه كله خضار، يعني كل يوم كده محلات. فبننزل بقى ايه بصراحه كمروه بنجيب حاجه الاسبوع على بعضها، بتوفر معايا. الميزانيه طبعا بتبقى كويسه معايا، بنعرف نمشي بيها الاسبوع كله. ما نجيش يوم مثلا نجع كده ونقول النهارده ما جبتش اكل، النهارده ما عنديش اكل، لا، بنظبط الاسبوع كله عشان حاجه الاسبوع ده توفير كويس. لكن بقيت بقى الاسبوع لو انا مش هنجيب حاجه الاسبوع كده اليوم بيومه، ده انا عايزاه كده حسبة على بعضها. فعايزه نقول لك والله كل اسبوع كده توفير كويس جدا لما تجيبي حاجه الاسبوع حلو. يعني مثلا جبت 1.5 كيلو خوخ، تمام، هنجيب مثلا طماطم، هنجيب بصل، هنجيب جرجير، هنجيب يعني هننوع في الحاجه. ده كله هيخش مثلا معايا 100 جنيه، تمام، 100 جنيه. 100 جنيه. الطماطم رخيصه، الطماطم بقت ب4 جنيه. عندنا هنجيب مثلا ب20 طماطم، هنجيب مثلا 2 بصل، هنجيب مثلا 1.5 كيلو بطاطس، هنجيب الحاجات اللي هي البسيطة. انت حسب ميزانيتك، يعني حسب بيتك انت، حسب ميزانيتك. غسلت بقى كده غسلة حلوة بملح، لازم نطهر الحاجة بملح. اكتر حاجة مخليها في البيت عندي هو الملح والله العظيم. بص بنجيب كميات كبيرة. ليه؟ عشان كل أكلة كل حاجة بنغسلها بملح، لأن الملح والخل بيطهر الحاجة، فالملح أرخص من الخل. غسلت كده اهو، هنحطهم بقى في التلاجة. هنغسل برضو الجزاز ديت، كنت جايباها عندي يعني بقالها 2 سنين الجزاز دي عندي، بس حلوة خالص. بنغسلها ونخليها مثلا ايه في باب التلاجة. المية زي ما انتوا عارفين بقى الصيف وكده، وعندي كل من برضو بنطلعه في الصيف. فخليكي ست نشيطة من اول النهار كده، خليكي كده كل اللي يشوفك يحكي بالشطارة بتاعتك حقيقي. بصي اللهم بارك يا رب. ما بتصحي من اول النوم، من اول ما تقومي من النوم على طول تاخدي اليوم كده من اوله، هتلاقي كله بركه، هتلاقي كله خير. هتغسلي هدوم الصبح، هتغسلي مواعين، هتعملي مثلا غدا، هتروجي بيتك، اليوم هيبقى مبارك معاكي. وانت كل حاجه ايدك فيها صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هتلاقي الصعب سهل في ايديك. برضو وانت واقفه بتجيبي حاجه، بتعملي حاجه، خلي اذكارك دايما في لسانك عشان ده بيخفف معاك الوقت، وحاجه حلوه بتكسبيها. جبت بقى ايه، اللهم صل على كامل النور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جبت حمص. كنت عايزه نعمل كشري، جبت حمص، جبت عدس بجبه، كنت جايبه كمون. البواقي كده بتبقى، نجيب كيس طحينه مثلا، نجيب ملح، اللي بتبقى معاه اللي هي الحاجات الفكه يعني. بعد ما جبت الخضار اداني اللي هو الفلفل الاخضر ده او الشطه دي اداني عليهم. وجبت طماطم. جبت برضو ايه تاني، جبت اناناس، جبت ورق العنب ده الكيلو ب7. جبت 2 كيلو على بعض، دول هنعملهم نظبطهم ونحطهم في التلاجة، او ممكن نروح نحشيهم انا وخالتي مع بعض، يعني ممكن نعملهم حله كبيره كده عند خالتي. وده ملوخيه بلدي. الصغيره دي بتبقى بلدي، لكن الكبيره ديت يعني انا مش عارفه متبقاش طعمها حلو جامد، بس الصغننه دي بتبقى حلوه، ريحتها جميله، لان هي فلاحي، يعني اللي هي الملوخيه الصغننه دي بتبقى فلاحي. ايه تاني برضو، شيبسي بقى اللي بتبقى معاه بنجيب، يعني الحاجات الفكه دي بنجيب بقى ايه، بدل ما توجع مني نيجي جايبه مثلا بيها ملح، طحينه، شيبسي يعني حاجه كده ايه بالبواجي. جبت اناناس برضو. بصوا بقى لازم ندلع نفسي، ما انا مش هنسيب نفسي برضو كده. عايزه نقول لكم، كنت طالعه من العيد انا وملك، لقيت ملك بتقول لماما انا عايزه نجيب توك. قلت لها طب خلاص تعالي، هي كنا جايبين في العيد، بس جبت لها بقى الكام توكه دول، وجبت لي انا غوشتين كده. يعني بصوا تجديد في الحياه، فاهمين ازاي؟ هي بقى اجل حاجه، يعني الواحده من دي ب7، تمام. جبت لها برضو الحلق ده عامل 10، جبت لها 3. يعني هو اللون الابيض ده بيبقى اللون الخير، فبنحب اللون الابيض خالص. فجبت لها ده زي بيضه كده بالصفار بتاعها. بس حلوه يعني عجبتني. وجبت انا ليا المحبس ده،
وجبت الغوشتين دول. حاجة من حاسة ان جديدة في حياتي، حاجة يعني مثلا كتغيير. جبت المحبس ده صيني عامل 30، والغويشة من ديت عاملة 20. يعني جبت المحبس ب30 والغويشة عاملة 20. حاجة بص يعني حاجة جديدة، يعني حاجة تجديد في حياتك. لما بنروح نشتري حاجة زي كده مش لازم نشتري على طول، بس حتى لو كل فترة نجيب لي حاجة لبنتي، حاجة بنحس التغيير، يعني في تغيير في حياتك. بس في البيت يعني الحاجات دي بتلبسها في البيت كده، زينة في البيت حلوة. وبعدين بص بتدي طاقة حلوة. انت ما بتجيبي طرحة بتحسي بطاقة حلوة فعلا. اما بتكوني زهجانة تمشي على محلات كده بتغيري المود بتاعك، بتبقي نفسيا مرتاحة. فكل ده بتفرق على فكرة في النفسية حقيقي. ف يعني حاجات بسيطة كده بس بتفرحك. عايزة نقول لكم عمالة ايه ده، ايه الجمال ده ولا ايه؟ بس قاعدة نلعب بيهم. بس خلعتهم بقى. اللي عاجبني توك ملك، وبعدين ده دهب صيني، يعني اللي هو الحاجات اللي هي ما بتصديش. يعني تغيير في الحياة وخلاص، الحمد لله رب العالمين. خلصت بقى كده، دخلت كنت بنعمل غدا. هنسلق فرخية مثلا كده. حطيت الشوربة وحطيت حبهان، ملح، فلفل، كمون، حبة صغير، يعني حبة صغيرين من الكمون بس لازم الفلفل. هنعمل بقى ايه، هنعمل مثلا بطاطس اللي هي المكعبات دي. تمام. يعني هنعمل طبق بطاطس كده يكون كويس، اللي هي البطاطس مكعبات، انا بنعملها مكعبات يعني بتسعفني عن الصينيه. حطيت بصله كده حمرتها، حطيت معاها حته دهنه صغيره، معلقه سمنه، نزلت بعصير الطماطم. بجد بتبقى تحفه حلوه خالص، تغيير في الاكل. انا بنعمل صواني على طول، بس يعني ايه تبقى كده المطبوخه برضو بتبقى تغيير في الاكل. وساعه ما بنعمل شوربه بصوا بنخلي الحله كده بتبقى سايحه. بناخد الشوربه للطبيخ، بناخدها للرز، بناخدها للملوخيه. هي الشوربه عامه زي مكعب الدجاج بس ليها فايده. فبنعمل منها الرز، الله تحفه بجد، بتخليه في حته تانية خالص مع الورق بتاع اللورة، بجد بتبقى حلوه خالص. فالشوربه بنعمل منها يعني كتير، اتبقى حبه مني ولا حاجه ممكن برضه احطهم في الفريزر. يوم تاني مش طبخه ممكن نعمل صينيه جلاش بالشوربه. بناخد الشوربه مطرح اللبن. فيعني الواحد بايه بنمشي امورك. انت بقى بشطارتك في بيتك، يعني مع الغلو اللي احنا فيه ده ممكن تجيبك حبه طماطم تفرزيهم، تعملي صينيه مسجعه كبيره كده حطها في التلاجة الفطار، تعملي عجينه طعميه، تعملي فول مدمس، تعملي مثلا بطاطس مهروسه. يعني ادي لنفسك افكار دايما، خلي عندك دايما افكار جديده في دماغك. كل ده بيسهل معاكي وبيخلي ميزانيتك مظبوطه طول الاسبوع. مع فراخ بقى، مع مثلا سمك ممكن تشويه في الفرن، مع طبق كفته، انت بقى وشطارتك كده بقى. عملت التغذيه ونزلت عليها بالبطاطس. هناخد بقى الشرب. الشوربه زي ما قلت لكم نعمل برضو منها الملوخيه وبنعمل منها الرز. الطبق ده حلو خالص، طبق البطاطس ده بيبقى طعمه في حته تانية. ليه؟ واخده الشوربه مكعب دجاج، فلفل اسمر، بيخلي الاكل انت مظبطاه ليكي نفس فيه حقيقي، بيخلي الاكل في حته تانية الشوربه بالذات. فساعة ما تكوني جايبه فرخايه، ساعة ما تكوني جايبه لحمه، خدي الشوربه بتاعتها لكل حاجه. للمحشي بتبقى الله على الجمال مع مكعب دجاج كده، بصي بيبقى طعم حلو خالص. محشي ورق عنب او محشي كرنب برضه الشوربه بتخليه حلو ودسم كده. كده كنت خلصت بقى. بصوا عامله ازاي. هنخليها بقى تغلي غلوه، بس مش هنخليها ان هي تغلي كتير لان البطاطس بتنهري. هنعمل بقى رز بشعريه. نزلت بالشعريه هنحمرها تحميره حلوه كده. وبعد كده نيجي ايه، يعني عايزاه اللي هو مش ما تكونش محروقه مني، بس كده خدت اللون اللي انا عايزاه. وهنيجي نازله عليها بالرز. تمام. وزي ما قلت لكم ناخد الشوربه بتخلي الاكل في حته تانية. عندك بقى مثلا يعني حتة من اللي هي الدهنة، خدي حتة نونو خالص جلي بيها، بتخلي الأكل طعمه تحفة. مع معلقة سمنة، معلقة زيت، هتلاقي ميكس مع بعضه كده. وفي نفس الوقت الأكل مش هيبقى تقيل، يعني حتة صغيرة بس تدي طعم. هننزل بقى بالشوربة على الرز اهيت. طبعا الشوربة أنا كنت مملحاها ومظبطاها. تمام. وهنيجي نازلة بقى ايه بورق لورا. بس كده هنوطي بقى، نخليه ما يتشرب ونوطي عليه. جربيه بالطريقه دي هيعجبك، طعمه حلو والريحه بتاعت الرز حلوه. كده كان خلاص بقى. بصوا بقى بعد ما يطيب بتلاقيه في حته تانية فعلا.
ممكن برضو من غير الشعريه تعمليه، برضو كنت هتحمريه تعمليه برضو بالشرب. بصوا عامل ازاي. عايزه نقول لكم الريحه بتاعته كده حلوه خالص يعني، مع بقى ان هو مش ناشف وكده مظبطاه. برضو يعني اما بنيجي نعمل الرز دلوقتي بنعمل مثلا نص كيلو مع حبه شعريه بيخلي لك حله مليانه. هنا بقى كنت بنعمل ايه؟ بنعمل الملوخيه، غليت الشوربه حاطه مكعب دجاج فيها، ونيجي نازله بالملوخيه الناشفه كده زي ما انتم شايفين. الطشه بتاعتها كزبره وراس توم، واديتها كده ايه، اديتها يعني معلقه سمنه برضو معاه. بناخد بقى ايه، بناخد حته من اللي انا عاملاها ديت الطشه دي ونحطها على الشوربه. توم اللي الطشه دي بناخد منها حبه صغيره نحطهم على الشوربه. بصوا عايزاكي تجربيها وقولي لي في الكومنتات عامله معاكي ازاي. احلى طبق شوربه وليمونه. الله بص محبشاها كده بتبقى عسل. وده كان غدانا النهارده، اكله سريعه كده عشان كنا نازلين. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. نتمنى اخواتي تدعموني باللايك، الكومنت الحلو اللي زيك، عشان اللايك ده بيرفع الفيديوهات، الكومنت برضو نفس الكلام. شاركتيلي فيديوهاتي للاخر، ومتشكره جدا ليكم. ربنا يسعد قلوبكم وليكم بالمثل يا رب، وازيد اللي انتوا بتعملوه معايا. نسيبكم فيديوهات جديده في رعايه الله. السلام عليكم.